Say my name. ساعات بنحتاج إن إحنا نكتب مثلا كلام بالإنجليزي أو مثلا بأي لغة تانية، وبنحتاج نخلي شخص ينطق الكلام ده سواء كنت ولد أو بنت. فالأصوات كتيرة تقدر إنك أنت تختار منها الحاجة اللي تريحك. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. يا ريت قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو ده وكومنت لو الفيديو عجبك، وتابعني سواء كنت على الفيسبوك أو على اليوتيوب. طريق موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، بقدر ان انا اكتب له اي نص سواء باللغة الانجليزي او مثلا بالصيني او بالهندي، اي لغة تانية غير اللغة العربية لانه مش بيدعمها مع الاسف. في ميزه بقى ايه؟ ان انا بكتب اي نص يجي في دماغي، وببتدي ان انا اختار الشخص اللي انا عاوزه. في اصوات كتيرة مثلا زي سام مثلا او ادم. المهم ان انا بختاره وابتدي ان انا اسمع اللي انا خليته يقوله. Say my name. مش بس الصوت ده، في أصوات كتيرة تانية تقدر تختارها بنفس الطريقة. تقدر تكتب نص أكبر من كده، وتقدر إنك أنت تسمع أي صوت أنت عاوزه حتى لو صوت بينك. Say my name. تقدر تحمل الصوت ده عندك وتستخدمه لو أنت بتعمل مثلا مشروع أو برزنتيشن ومحتاج إنك أنت تقدمه بشكل احترافي أكتر، محتاج صوت يكون متسجل، فهو ده الحاجة المناسبة. تحمل الملف وتحطه على المشروع بتاعك. ميزة بسيطة حبيت إن أنا أقدمها لك في فيديو، أتمنى تكون استفدت. كل ده بنقدر نعمله عن طريق موقع 11 Labs. هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو، تقدر تستخدمه بشكل مجاني. أتمنى تكون استفدت. متنساش بقى اللايك والمتابعة والكومنت. أنا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Say my name. Say my name. Say my name. Say my name.